السلام عليكم. أمينة صابر، مراقبة بمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعملة إقليم إفران. هاد الزيارات الميدانية تندرج في إطار أشغال اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والنظافة ومحاربة الأكياس البلاستيكية الممنوعة. كما هو معلوم على أن خلال هذا الشهر الفضيل يشهد ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية. بدورنا كمصلحة للمراقبة نقوم بتعزيز وتكثيف عملية المراقبة وتعزيز التعبئة الميدانية من أجل يعني مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من كل ما يمكن أن يشكل ضررا بصحته. عملية المراقبة تهم 3 مسالك. المسلك الأول هو مراقبة وتتبع التموين ومسالك التموين بالإقليم. أيضا المسلك الثاني مراقبة الأسعار وأسعار وأثمنة المواد المنظمة. والمسلك الثالث وهو الحفاظ ومراقبة مدى جودة ونظافة المواد المقدمة لدى المستهلكين. وكما هو معلوم على أنه إقليم إفران ولله الحمد يشهد تموين منتظم، كما أن العرض يغطي الطلب، كما أن الأسعار بإقليم إفران تظل يعني أسعار مستقرة. مرحبا. فيديو تصويره جوج تصاور وفوتوكوبي د لاكارت. وقبيله تصور وكوبي د لاكارت. والطبيبه غادي تعطيهم واحد التحاليل اللي غادي يديروا الراديو الصدر والتحليله ديال الخروج حيت يصغبوهم ويردوهم لها. وغادي تعمل لهم واحد لاكارت.